جاه. وعند العطية شكر ومصافاة، إذا أعطوا شكروا وإذا منعوا صبروا. إنما أهل الله بقى إذا منعوا شكروا، إذا منعوا شكروا، وإذا أعطوا آثروا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. من علامات الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند الزلل. يعني تلاقي الواحد فينا مثلا نفسه عايز يدعي ربنا انه ينجح، فتقول له يلا ندعي، يقول لك يا عم ده انا عامل ذنوب. وهو انت لما كنت بتصلي فاكر ان الصلاه دي ممكن تكون سبب في نجاحك؟ لا، هو ربنا ما حدش ليه عنده حاجه. من علامات اعتمادك على، انت معتمد كده على عمل. وانت فاكر لما بسطت كفك كده بعد صلاه التراويح ان انت عشان الثمان 9 ركعات اللي صليته بقى ليك حاجه عند ربنا، عشان كده بتطلب منه. المفروض انك تبص للصلاه اللي فاتت دي على انها فضل ربنا اصلا، لتكبروا الله على ما هداكم. لابد انك انت ترى ان دعائك ده يكون شكر لله على شويه الصلاه اللي انت صليتها. ايه علامه انك معتمد على ده؟ انك لما تغلط غلطه بسيطه كده تخاف تدعي، تقول لا طب وانا ادعي ازاي؟ ده انا غلطت. لا، الله يستجيب للطائع ويستجيب يا راجل، ده ابليس عليه من الله ما يستحق. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. هل استجاب له أم رد عليه دعوته؟ قال إنك من المنظرين. قال إيه؟ يعني حتى إذا كان إبليس نفسه لما دعا ربنا استجاب له، إنك من المنظرين، خلاص. فما في حد دعا ربنا إلا استجاب الله له، إلا استجاب الله له. لكنه قد يستجيب الدعوة بالكرامة فيعجل لك الإجابة، أو يستجيبها بالتبديل فيعطيك خيرا مما تطلب، أو يستجيبها بالتأخير فيدخرها لك لوقت آخر، أو يدخر كل ما دعوته يوم القيامة فتقف بين يدي الله انظر إلى هذا من ملكك وهذا، فتقول يا رب ماذا صنعت حتى تعطيني كل هذا؟ قل أتذكر دعوة كذا يوم كذا؟ يقول نعم. قال هذه دعوتك يوم كذا استجبتها وادخرتها لك الآن، أنا لا تضيع عندي الودائع. فمن علامات الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند الزلل. لذلك في غزوة بدر سيدنا النبي دعا أول المعركة، دعا عندما اشتد الوطيس، فلما حان وقت النصر وبدت لوائح النصر والعزة ما كان منه إلا أنه دخل عريشه يناجي ربه.